السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهاردة مكرونة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. والأكلة ديت أكلة المستعجلين. يعني لو انت مثلا موظفة وبتيجي من الشغل متأخر وعايزة تعملي أكلة سهلة وسريعة، ممكن تعملي المكرونة ديّة من غير ما تسلقيها. طيب لو أنتِ مثلًا عندِك شغل كتير في البيت ومش موظفة وسِت بيت وعندِك شغل كتير اليوم ده في البيت، سواء غسيل بقى أو تنضيف أو أي حاجة، وعايزة تعملي أكلة سريعة، ممكن تعملي المكرونة المبكبكة دي. طريقتها سهلة وبسيطة جدًا، جدًا. ويالّا بينا بقى نشوف المكرونة المبكبكة بتاعتنا دي هنعملها إزاي. أول حاجة معانا أهو زي ما أنتم شايفين، هنبتدي بقى نقطّع الطماطم بتاعتنا ونحطها في الخلاط مع شوية مَيّة كده، ونضربها في الخلاط ونصفّيها. طيب المكرونة المبكبكة بتاعتي دي أنا هاعملها بإيه؟ هاعملها بقطع من اللحمة. أنا كان عندي يعني أقل من نُص كيلو لحمة في الفريزر، طلّعته وقطّعته قطع صغيّرة وهاعمل بيه المكرونة المبكبكة. طب لو أنا ما عنديش لحمة، ممكن أعملها بقطع من صدور الفراخ، برضه أقطّعها نفس التقطيعة دي أو أصغر شوية زي ما تحبّي. طب ممكن لو أنتِ عاملة مثلًا طبيخ وفاض عندِك قطعتين لحمة والطبيخ خلص، وقطعتين اللحمة دول مش عارفة تعملي بيهم إيه، هتقطّعيهم كده وتنسّريهم وتعملي بيهم برضه طريقة المكرونة المبكبكة ديّة. لو عندِك مثلًا ربع فرخة أو صدر فرخة مستوي وبايت عندِك، تقدري برضه اللي أنتِ تعملي بيه المكرونة المبكبكة دي. بُصّوا زي ما أنتم شايفين أنا ضربت الطماطم في الخلاط أهو وكمان صفيتها، ونروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل المكرونة بتاعتنا. الصينية بتاعتي دي حاطة فيها الزيت والزيت سخن جدًا، وابتديت أنزل باللحمة بتاعتي أهو على الزيت، وأقلب اللحمة بتاعتي أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. وهنحط على اللحمة دي رشة من الفلفل الأسمر أهو، ونقلب بقى الكلام ده كله على بعضه أهو. وبعدين هنجيب بقى ورقتين كده من الورق اللوري، ونبتدي ننزل بيه على اللحمة بتاعتنا الحلوة دي، ونقلب الكلام ده كله على بعضه أهو لحد لما يتشوح معانا. وآدي نزلنا بالبصل بتاعنا على اللحمة أهو، ونشوح برضو البصلة مع اللحمة. ومعايا هنا معلقة كبيرة من الثوم المفروم أهو. نقلب بقى الكلام ده كله على بعضه. ومعانا هنا فلفل ألوان، شايفين الفلفل الألوان ده اللي أنا فرزنته معاكم، عملت فيديو تفريز الفلفل الألوان. حطيت قطعة من الفلفل الألوان أهو، ابتدي إن أنا أفككها كده، أحط اللحمة السخنة عليه من فوقيه كده وأفكك الفلفل الألوان بتاعي أهو. ونقلب بقى الكلام ده كله على بعضه. صلوا بقى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة كنت بعمل مكرونة المبكبكة عشان كنت بعمل قرص، لأن كانت القرص خلصت عندي في الفريزر، فقُلت بقى إن أنا أعمل كمية كده، فما كانش عندي وقت إن أنا أعمل أكل، فقُلت أعمل المكرونة دي طريقتها سهلة وبسيطة ومش هتاخد منّي وقت. زي ما أنتم شايفين نزلت بعصير الطماطم أهو على اللحمة بتاعتي أهو بالشكل دوّة. وبعدين هننزل بمعلقة كبيرة من الصلصة، ونقلّب الكلام ده كلّه على بعضه. وحطيت شوية من المَيّة ورشة من الملح، ونقلّب الكلام ده كلّه على بعضه، ونسيبها بقى لحد لمّا تشكشك وتبكبك كده. أهو شايفين شكشكت وبكبكت أهو. حطوا بقى لايك. هنبتدي بقى ننزل بالمكرونة بتاعتنا على الصلصة المشكشكة والمبكبكة دي، ونقلب الكلام ده كله على بعضه اهو. بصوا حلوة قوي قوي قوي. هنجيب بقى مية تكون سخنة مغلية، ونبتدي برضو ننزل بيها على المكرونة عشان المكرونة كده شربت الصلصة كلها، فلازم نحط شوية من المية، بس أهم حاجة تكون المية بتغلي اهي. ابتدي انزل بيه على المكرونة اهو بالشكل ده، واقلب كل ده على بعضه، وبعدين اهدي النار عليها واسيبها يعني حوالي 5 دقايق على البوتاجاز لحد لما تستوي وتشرب بقى الصلصة بتاعتها ويبقى فيها صوص خفيف كده اهو. شايفين مبكبكة ولا مش مبكبكة؟ مشكشكة ومبكبكة اهو.
الاتنين مع بعض. ممكن برضو اللي انت تقدري تعملي المكرونة ديت من غير ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، تحطي البصل وتحطي الفلفل الالوان نفس الطريقة كده، بس من غير لحوم خالص، لو ما عندكيش لحمة او مش عايزة فزي ما تحبي بقى تعمليها بالطريقة اللي تريحك. هنبتدي بقى نشيل الورق اللوري كده اهو، بصوا كده بقت حلوة قوي 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 اهو. كده بقى خلصنا المكرونة المبكبكة بتاعتنا. تعالوا بقى نغرف في الطبق كده ونشوفها عاملة ازاي. سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوة، تحفة تحفة، ريحتها وطعمها يعني كده حاجة فاخر من الآخر. شايفين؟ شامين؟ مدخنة ايه، مدخنة. عايزة اقول لكم ان الكاميرا ظلمها، والله التصوير ظالمها اهو، تحفة. بصوا بقى انا هجيب شوكة دلوقتي وادوق كده واشوف ايه طعمها عامل ازاي وهقول لكم. بصوا سيدي يا سيدي على الجمال والحلاوة، تحفة اهو، شفتوا بقول لكم اهو تحفة. واللحمة كمان مستوية ودايبة وحاجة كده لوز اللوز اهو. اتفضلوا بقى معانا المكرونة المشكشكة والمبكبكة دي. كده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد.